انت الضحية رقم 13. وقفل المكالمة. وقف شريف لحظة مكانه استغرب ومستاء وقال ايه الهزار السخيف ده. بص أول ما لف عينه على باب شقته لاحظ حاجة غريبة، في علامة مرسومة بالطباشير الأحمر شبه رقم 13 بس مقلوبة. لمس العلامة حس بسخونة في صباعه زي ما يكون في طاقة طالعة منها غريب. دخل شقته وهو بيحاول يهدي نفسه وقال يمكن حد من العيال بيهزروا معاه، بس الرقم ده ماله. أول ما دخل النور بدأ يقطع إن الكهرباء بتتلاعب بيه، فالهواء بقى تقيل جدا. كان في حاجة مش طبيعية في المكان. راح يفتح الشباك علشان يهوي المكان شوية، لقى شخص واقف في العمارة في الضلمة، باين بس من ملامحه إنه بيبص عليه، مش بيحرك راسه ولا بيغمض عينه. رجع شريف يقفل الشباك بسرعة بس أول ما لف لقى نفس الشخص واقف وراه في إصدامة، وبلحظة اختفى. تاني يوم شريف راح شغله وهو مش على بعض، وشه باين عليه التوتر وقلة النوم. أول ما وصل زميله كمل قال شفت ايه اللي حصل لحازم؟ قال حازم مين؟ رد كامل قال اللي ساكن جنبك في الدور التالت، لو ميت في أوضته ومعمول على بابه شقته نفس العلامة بتاعته. هنا شريف وقف، حس إن رجله مش شايلاه. قال انت بتتكلم جد؟ كامل